يا صباح الفل ويا مساء القشطة على عيونكم يا حبايب قلبي. حبايب أم آلاء بقى. يوميات نهى رزق يجمعوا عشاق السمك المشوي بالردة. ده يا حبايب قلبي أول حاجة جمعنا حاجة السلطة. أنا بعمل الحاجات دي قبل ما بولع الفرن. معايا بقى طماطم وجزر وكزبرة على شبت وليمون. الحاجات دي حاجة السلطة. أما ده يا حبايبي حاجة الدقة. باخد التوم الاول على الفلفل على الليمونه دي في الكبه مع بعض مع الملح كزبره ناشفه مع الكمون بس. بعد ما باخد بقى الحاجات دي ببشر الجزرايه ومعلقه الهريسه اللي في الكيس اللي انتوا شايفينها دي، وبحطها بقى على الميه يا حبايب قلبي. احلى دقه بقى هتعملها في حياتك واحلى سلطه بطريقه ام الاء. غسلت السمك بقى يا حبايب قلبي وطلعت منه المراره، بسم الله ما شاء الله خليته زي الفل. عملت بقى شويه رز باللبن كده على البوتاجاز، وبعد ما استوي يعني ما يقرب يستوي كده افضت الرز اللي في البرمه اللي انتوا شفتوه معايا دلوقتي على الحوض على الوش كده علشان يستووا مع بعض. احنا طبعا يا حبايبي ما بنرميش حاجه. شويه الرز اللي يباتوا بنسيبهم لتاني يوم نحطهم على وش الحله بتاع الرز الجديد. كلنا طبعا بنعمل كده في بيوتنا خصوصا في اليومين الصعبة دول. السمك بقى يا حبايب قلبي اضحكي كده واعملي الحاجة بحب كده، وخلي وشك كده حلو ما تكشرش وانت بتطبخي عشان الحاجة تطلع حلوة كده وفرحانة ومبسوطة. ولحت الفرن وحميته من فوق ومن تحت. السمك لازم يخش على نار عالية، اهم حاجة تكون النار حامية من تحت. رددته كده يا حبايبي بالردة دي، الردة دي من عندي من البيت انا طحناها بتاعة الغلة. وحطيته بقى يا حبايبي كده واسيبه بقى لحد ما يحمر من تحت كده. كنا بنشوي كمان بتنجان اهي في الفرن بسم الله ما شاء الله. ممكن تشويه على العرسة، ممكن تحطيه في فرن البوتاجاز بيبقى جميل في تلك الحالات برضو. اتصرفوا يا حبايب قلبي. كده يا حبايب قلب السمك اهو تحمر من فوق وديرته. ومن هنا ومن هنا انا بحب السمك بتاعي يا جماعة مستكاوي. يعني ايه مستكاوي يا ام الاء؟ يعني ولا محروق ولا ابيض، ما بين البنين وسط. شايفين يا حبايب قلبي الانبوبه بتاعتي كانت بتشطب بس الحمد لله ربنا ستر، شلت الانبوبه حطيتها فوق الفرن لحد ما خلصت شوي السمك والحمد لله. شايفين يا حبايب قلبي بقى النخشوش بتاع السمكه بالصلاه على النبي كده عسل، والسمكه بتتقشر معايا وصار سمنه في الفرن زي السكر. دي التمليحه يا حبايب قلبي اهي، بشرت الجزرايه وحطيتها في الاخر مع معلقه الهريسه. الليمونه طبعا انا بحطها بقشرها بحالها في الكبه يا جماعه، بتخلي نفس حلو قوي للسمك. ملحت السمك بقى يا حبايب قلبي مع الرز اهو يا حبايبي. وعملت كمان بسلطه بابا غنوج وسلطه خضراء. تعالوا بقى شوفوا اللفت بتاع ابو الاء بقى والبتنجان المخلل ده، بسم الله ما شاء الله تسلم ايدك يا ابو الاء والله. يستاهلوا بقى حبايب قلبي كلهم. وده يا جماعة غدانا النهاردة. لو عجبك الفيديو حط لايك، ما عجبكش الفيديو برضو حط لايك ان شاء الله يعجبك. وده يا حبايبي بتنجان مخلل طعمه تحفة وزيتون مع البابا غنوج ده يا حبايب قلبي. يلا يا حلوين بقى ايه، اللايك والشير يا حبايب قلبي لاختكم ام الاء يا حلوين. الى اللقاء في فيديو اخر، استودعكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. ما تنسوش اللايك يا حلوين. اللي بيدخلوا يتفرجوا على الفيديو ما يحطوش اللايك، اللايك ببلاش مش بفلوس. صح يا قمر؟ اللي بتمشي ما تحطش اللايك دي بتبقى عندها. ده اللي ما بتحطش اللايك